ده الأخ الكبير 100 بوصة جوجل تي في من شاومي، وشايفين طبعا حجمي بالنسبة له عامل ازاي. وبعديه في أخين صغيرين 65 بوصة و55 بوصة، وكلهم بيشتغلوا بنظام جوجل تي في. أما بقى ده الصغير اللي يحير ل 32 بوصة، وكل الموديلات بتيجي بحواف صغيرة جدا، أصغر حواف ممكن تشوفها في سمارت تي في، وكل ده مع سمك صغير جدا في كل الموديلات والمقاسات. وكمان في ريسيفر بيلت ان، وهتلاقي 2 مدخل اتش دي ام اي، وكل المداخل اللي هتحتاجها. هتلاقي كل البرامج الخاصة بيك موجودة على التلفزيون بكل مقاساته، وتقدر تتفرج على اليوتيوب وعلى كل برامج جوجل ونتفليكس واي حاجة بتحب تتابعها. تقدر كمان تشتغل عليه زوم، وتقدر تشتغل عليه شغلك كله، بالإضافة لريموت كنترول بلوتوث. واللي مش عارف يعني إيه، يعني تقدر تحكم كامل في التلفزيون حتى لو أنت في أوضة غير اللي فيها التلفزيون. سهولة التحكم هنا جامدة جدا، وتقدر تحدث التلفزيون في أي وقت وتحط عليه الإيميل بتاعك وتتعامل كأنه موبايلك بالظبط. بالإضافة كمان إن أنت هنا عندك جودة ألوان ممتازة، ومع الحواف والصوت المحيطي اللي بيطلع من التلفزيون هتاخد تجربة سينمائية. ومع خاصية الميرا كاست هتقدر بكل سهولة تربط موبايلك بالتلفزيون وتتعامل مع الشاشة كأنها شاشة موبايلك بالظبط. والتلفزيون متوفر بأكتر من حجم. ده ال 100 بوصة اللي يعتبر أكبر حجم فيهم، وبرضه زي ما أنت شايف تقدر تتعامل مع البرامج عادي جدا، ولكن ده النسخة الصيني. وكمان عندك ال 55 بوصة وال 65 بوصة فيهم نفس الإمكانيات. قولي بقى من وجهة نظرك إيه أكتر حجم مناسب، وابعت لي رسالة هبعت لك كل التفاصيل.